السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزو إن شاء الله تكونوا بخير. جاني واحد الشخص قال لي مي راك أنت تهدر على راك خايف ومدرق وجهك. شوف أخي الكريم، غادي باش نفهمك غير بشوية، تبعني غير بشوية باش تفهم، وكمل معايا الفيديو حتى للثاني إن شاء الله تخرج بعبرة شابة. أنا الأولى كي راني مدرق وجهي ليس خوفا من السجون وليس خوفا من الاعتقال، لأني أمارس حق دستوري، نعرف ما لدينا من حقوق وما علينا من واجبات. الحاجة الزوجة، أنا كي راني نهضر ومدرق وجهي ماشي باش من بعد تجي الناس وتقول هذا إنسان راجل ولا هذا إنسان زين. أنا إن شاء الله كي تتحرر الجزائر أقسم بالله لا تعرف من كان يتحدث معك، أقسم بالله ما تعرف شكون اللي كان يوعي فيك. تظنون أننا نهاب السجون، أننا نهاب العذاب، أقسم بالله لا نهاب إلا الله. تخافون من ممارسة حقوق، حقك هذا راك تمارس فيه. علاش راك خايف؟ ما تخافوش من ربي انتوما وتخافوا من العبد. اين هذا الاسلام اللي راكم تهضروا به وتعايضوا به وتقولوا احنا مسلمين وانت تخاف من عبد كيفك ولا ربما اضعف منك؟ وانت باغي تنوضوا وتهضروا على حقكم، هذا حقك خويا، علاك خايف؟ ألستم أحفاد لفاطمة سومر؟ ألا تنحدرون العميروش أيت حمودة؟ ها؟ بالله عليكم، ألا تجري فيكم دماء العربي بن مهيدي رحمه الله؟ هل خاف العربي بن مهيدي من عذاب السجون؟ صرخ جلده ولم ينطق بكلمة، صرخ جلده ولم ينطق بكلمة، وأنتم تتفخرون ب1.5 شهيد. والله لن يفتخر بكم 1.5 شهيد، أقسم بالله أنهم لن يفتخروا بكم ما دامكم خائفين وساكتين على حقكم. من هذا المنبر رسالة إلى الجميع. شوف اسمعني غاية خويا، إذا كانت حياتنا